طيبين، معكم شفاء كندير مواضيع ديال الصحه النفسيه والصحه العقليه. دوك الا كنتي جديد عندي في القناه مرحبا بك. راه حنا هنا كنستافدوا كنتعلموا من بعضياتنا، زائد الخبره الدراسيه والعلميه اللي عندي كندمجها مع التجربه الشخصيه وتنعطيكم هاد العصاره هذه اللي خارجه من القلب. بزاف ديال الناس كيصيفطوا لي ميساجات كيقولوا باللي تبدلت حياتهم، باللي تبدل الافكار ديالهم وباللي حياتهم كتزيد للقدام. وبيان سور كيجيو عندي واحد النوع تيقول لك شفاء خصك ديري محتوى تافه، خصك تهضري على البوز، خصك تهضري على شي واحد اللي داير البوز دابا باش القناه ديالك تطلع، لانه كديري واحد المجهود ولكن ما كيبانش النتائج. ولكن انا ما عنديش مشكل، كانوا فقط 100 الناس كيستافدوا، وهذوك 100 الناس كتوصلهم الميساج ديالي وتيوصلهم انا شنو باغا نقول لهم. هذاك هو المضمون في هذا الكونتنت هذا، وهذا الشيء تيزيد كيطلع غير بالبلاد ديالنا القدام، لانه عندي ساهل انني ندير كونتنت بلونغولي ولا بالفرنسي، ولكن انا بغيت نديرو بالدارجه باش نزيد بالمجتمع ديالنا القدام. الناس اللي تيدوزوا من ديبريشن ولا الانزايتي ولا تيحسوا براسهم بوحديتهم ولا تيحسوا انه هذا العالم هذا ماشي بلاصتهم، هما اللي تنهضر معاهم وهما اللي تنصيفط لهم هذا الكونتنت هذا. وانا حسن ليا بزاف ان يكونوا فقط 100 الناس كيتفرجوا فيا ودوك 100 الناس كيستافدوا، حسن ما يكون عندي 2 المليون ديال الفيوز ودوك الناس ما كيستافدوا حتى شي حاجه وغير التفاهه. دوك هذا ميساج لدوك الناس اللي جاو عندي وقالوا لي هضري على التفاهه، هضري على شي حاجه فيها البوز، بدلي شي حاجه في الكونتنت ديالك، خصك تطلعي، خصك تهضري على شي حاجه اللي دابا الناس كيشوفوها وكيهضروا عليها. ولكن انا كنرفض هذا الشيء رفض تام جدا، لانه الهدف ديالي هو نطلع بهاد البلاد القدام ونطلع بالافراد ديالها القدام، لانه المجتمع كيتطور الى تطوروا الافراد ديالو، وهذه هي الغايه ديالي وغادي نكمل في هاد الطريق هذه. دونك شكرا لاي واحد كيدعم هذا الكونتنت وعرف باللي اي جيم ولا اي لايك واي بارطاج كديرو راه تيفيد واحد اخر وتيخلي فقط هذا الفيديو يطلع الناس وحدين اخرين. دوك الفيديو اللي غادي نهضر عليه اليوم هو التغيير. هو التغيير اللي تيجي صعيب بزاف، التغيير اللي كيجي قاصح بزاف، التغيير اللي كتشوفوا انه بحال واحد البوردن، واحد الحاجز اللي تيحجزك. التغيير هذا انا ما غاديش نشرح لكم شنو هو التغيير ولا كيفاش انك تغير، لانه هذا الشيء هضرت عليه في فيديوهات وحدين اخرين، وبزاف ديال الناس اللي شافوا هذا الشيء واللي متبعين الفيديوهات ديالي غادي يعرفوا انه تعمقت بزاف 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 في التوبيك هذا. دونك بغيت نقول لك الا كنتي كدوز دابا واحد المرحله اللي فيها التغيير، اللي فيها التشينج، اللي جايه قاصحه واللي كتكون في نفس الوقت مفترق الطرق، في واحد البوزيسيون انك كيكون قدامك انك تبدل وكيكون موراك انك تستسلم. دوك هذا هو التغيير اللي كنهضر عليه. ما كيكونش عندك واحد لو شوا صار واش تغير ولا لا، كيكون هذا التغيير مفروض عليك، وكيكون هذا التغيير كيكون صارم في الحياه ديالك، كيخليك التغيير كتشوف الحياه ديالك كامله بواحد الفيو كامله، وكتعرف انه طراو بزاف ديال الاحداث اللي خلاوك انت تكون في هذه البلاصه ديالك دابا، واللي خلاوك انك تكونيكتا مع راسك وانه تعرف واحد الاجزاء من راسك ما تنحطوش فيه بزاف د المرات. التغيير هذا يقدر يكون تيجيك من 7 سنين ل 10 سنين، كل 7 سنين او 10 سنين كيتفرض على كل واحد فينا انه ياخذ ديك ستيب باش يتغير، كياخذ ديك ستيب باش يكون شنو بغى يكون. وهذا التغيير هذا ما كيجيش فقط انك كدير شنو كنتي كدير قبل ولا كتكون داك الانسان اللي كنتي عليه قبل. هذا التغيير هذا كيجي قاصح قاصح بزاف. وشنو هي الحاجه اللي قاصحه فيه؟ انه كتحس براسك انك بديتي من الزيرو، كتحس براسك انك داكشي كامل، واخا داكشي اللي دوزتيه، واخا داكشي اللي درتيه، واخا ديك الفلوس اللي ربحتيها، واخا ديك الدراسه اللي خديتيها، كتحس انك كتفيدك بواحد المستوى معرفي. وهنا كتعرف انك واخا كتحس براسك انك بديتي من الزيرو، ما كتكونش بادي من الزيرو كما كيقولوا ديس تايم. هاد المره هادي ما كتبداش من الزيرو، كتبدا من الاكسبيرينس. واحد الزواج اللي فشل، ولا كنتي في واحد القرايه اللي فشلت، ولا كنتي في واحد الطريق ولا واحد البلاصه اللي من بعد ملي فكرتي بهذا العقل ديالك ديال دابا وعرفتي انه ماشي هذاك الشيء اللي كان خاصك تكون، ولا انت ما باغيش تكمل في داك الشيء، ولا ما باغيش تكون داك الشيء في المستقبل. دوك هذا هو التغيير اللي كنهضر عليه دابا. هذا هو التغيير اللي كيجي قاصح، لانه كيخصك تقبل نفسك القديمه وكيخصك تمشي في الطريق. وإلا ما مشيتيش في ديك الطريق اللي فيها التغيير، ما مشيتيش في ديك الطريق اللي كيقول لك خاصك تبدل، خاصك تاخذ هاد ستيب هادي، خاصك تكون انسان جديد. كيكون لو شوا الاخر اللي غادي ديرو غادي تعيش فيه هو الاستسلام، هو انك كتبقى تما بلاصتك، وماشي فقط كتبقى بلاصتك بحال قبل، لانه قبل كتكون مقتنع بداك الشيء اللي كدير بيه، وكتكون عارف انه ديك الطريق اللي انت مشيتي فيها ربما غتخرجك لشي بلاصه، ربما غديك الفين انت باغي تمشي. ولكن ملي تطرى لك ديك ويك اب كول، ديك الفيقه، ديك شي واحد كيجي كيقول هي ويك اب فيق فيق فيق،
تطرى لك هاد اللعيبه هادي كتعرف انه جامي غادي تكون انت الانسان اللي كنتي عليه قبل، وجامي غادي تكون راضي بداك الشيء اللي كنتي راضي عليه قبل، وجامي غادي تكون داك الانسان اللي كان كيستمتع بداك الشيء او اللي كان كيشوف راسو في ديك البوزيشن اللي كنتي عليها قبل. ملي كتقبل بداك الشيء اللي عندك وكترفض انك تاخذ ديك ستيب وانك تغير وانك تمشي في ديك الطريق المجهوله اللي انت ما كتعرفهاش ولكن عندك عليها افكار ايجابيه، عندك عليها افكار ديال الامل، عندك عليها افكار وعندك عليها امل واحساس اللي تيقول لك انه غير سير في ديك الطريق، راه هي الرايت بات، راه هي ديك الطريق. والغريب في الامر انه هاد التغيير هذا اللي كيجيك في واحد من الفتره من حياتك واللي كيحسوا به بزاف الناس وانتم غادي تحسوا به وغادي تكونوا عشتوه قبل وربما انك تتعيشوا دابا وما عارفش كيفاش انك تتصرف معاه. نمشي، انا خاصني ناخذ هاد ستيب، انا خاصني نجرب، انا خاصني ناخذ ديك الطريق، انا خاصني نبدا داك المشروع، انا خاصني نبدا ديك العلاقه، انا خاصني نقلب على واحد الحاجه في النفس ديالي، لانه كتستعمل انت شنو عندك وكتكون اصلا مكسور ومجروح من داك الشيء اللي كان قبل. ولكن الحاجه الزوينه اللي فهادشي هو ما خصكش تلوم راسك، لانه ما كيكونش عندك واحد اللوم ملي كتعرف انه داك الشيء كان عنده دور كبير باش يبين لك الفيزيون ديالك. دابا نشرحها لكم بطريقه ابسط اكثر. الا ما كنتيش جربتي داك الشيء ما كنتيش غتعرف انه خاصك تبدل داك الشيء. الا ما كنتيش عشتي داك الشيء، الا ما كنتيش تعلمتي في داك الشيء، الا ما كنتيش عانيتي في داك الشيء، الا ما كنتيش فشلتي في داك الشيء، بعض المرات ما غاديش تجي هكا، غادي يجيكي بواحد الاحساس ديال انساتيسفاكشن، عدم الرضا. كيوصل واحد الوقت في الحياه ديالك اللي كتحس بعدم الرضا على النفس ديالك، كتحس بعدم الرضا على داك الطريق اللي انت غادي فيها، على ديك الحياه اللي انت فيها، على داك المشوار اللي انت واخده. ولكن داك المشوار اللي خديتيه ولا ديك الطريق اللي كنتي فيها ولا دوك السنوات اللي عشتيهم في ديك الحاجه اللي انت دابا عارفها، فانه كان عندها واحد الدور كبير باش تخليك انت الانسان اللي عليه اليوم، تخليك انت الانسان اللي كيشوف بهاد النظره هذه، وتخليك انت الانسان اللي فاهم هاد الشيء، وتخليك انت الانسان اللي واخد معاك الدروس، وتخليك انت الانسان اللي باغي يبدل شي حاجه، وتخلي راسك وتعطي الحق راسك وتعطي لوتوريزيشن راسك انك تبدل، انك تكون انت داك الانسان اللي خاصك تكونوا. انه رغم انك ما عارفش شنو جاي، رغم انه ما عندكش فكره على شنو غادي يكون، ولكن عندك احساس كبير اكثر من اي مره فاتت، اكثر من اي مره قبل، كيقول لك ارتاح، كلشي غيكون مزيان. واخا انت ما عارفش فين غادي، خاصك تثيق في الله، خاصك تثيق في راسك. وملي كتثيق في الله اوتوماتيكمون كتثيق في راسك، لانه الثقه بالله، لانه الثقه بالله سبحانه وتعالى كتخليك انك انسان كتشوف راسك في واحد الضو جديد وكتعطي فرصه لراسك انك تجرب حاجه جديده. لانه كاين فرق ما بين believing and faith، الايمان وانك كتامن بشي حاجه، الايمان وانك تامن. وكاين في بزاف ديال الثقافات وبزاف ديال اللغات كيعبروا على الايمان، يعني faith and believing، faith and believing يعني هاد جوج كلمات، الايمان وانك كتامن، كتثيق بشي حاجه، كتبليفي في شي حاجه، كتامن بها، يكون عندك الايمان. لانه الايمان كيكون عنده علاقه بشي حاجه اللي ما كتشوفهاش في ارض الواقع ولكن كتامن بها. بحال مثلا كيكون عندك فيت الايمان بالله سبحانه وتعالى، يكون عندك الايمان في الكون، الايمان بشنو جاي، كيكون الايمان دائما عنده علاقه بواحد الحاجه اللي انا ما شفتهاش ولكن كان امن بها، انها عندي ايمان غتكون مزيانه. في حين انه ملي كيكون عندي الايمان يعني الفيت انه ديك الحاجه غادي تكون مزيانه، وانه ديك الحاجه واخا رغم انه ما بيناش دابا مزيانه غادي تتحول وغادي تبدل وغادي ترانسفورما لواحد الحاجه اللي في الصالح ديالك الاعلى. لانه داكشي كامل اللي طرا ليك باش يقويك، ما طراش ليك باش يخليك ضعيف. داكشي كامل اللي طرا ليك باش يهزك من فين كنتي ويديك فين خاصك تكون. كان خاصو يطرا باش يفيقك، باش يخليك تعلم شي حوايج اللي انت ما كنتيش عارفهم، ربما شي سكيلز اللي غادي يعاونوك في النكست ستيب ديالك، شي حوايج وشي افكار اللي كان خاصك تخليهم وتبعد عليهم وتخلى عليهم وتخليهم بيهم بناسهم بلايصهم باجزاء منك، باجزاء من النفس ديالك. دونك هنا كتعرف انه التغيير كبير وكيدق في الباب ديالك وتيقول لك انا جيت عندك، جات النوبه ديالك، جات نوبتك باش تكون انسان عظيم. رغم
انك غادي تعاني واحد شويه، رغم انك غادي تعذب واحد شويه، رغم انه ما غاديش تجيك سهله، رغم انه بزاف اللي غادي يطراو غادي يخليوك تشك في راسك، تشك في الطريق اللي انت غادي فيها حيت ما عارفهاش. هنا فين تيجي الايمان، بعكس انه ملي تقول I believe in myself، I believe in myself عندها ثقه اكبر بالنفس ديالك. يعني تيكون عندك واحد البليف في السكيلز ديالك، ماشي في شي حاجه انت ما عارفهاش. ما نقدرش انا نقول كنثيق ولا كنثيق بواحد الحاجه اللي عندي وانت ما عارفاش واش عندك ولا ما عندكش. انه ملي كتقول كنثيق في راسي اي بليف ان ماي سيلف، كتثيق باللي انا عندي سكيلز فلان وسكيلز فلتان وهادي وهادي وهادي. دوك هاد الحوايج كاملين بحال واحد الوابن، بحال واحد الاسلحه اللي غادي ناخذهم معايا وغادي نمشي بهم النيكست ستيج، النيكست ليفل. نيكست ليفل اللي هو احسن من اللي كنتي فيه واللي فيه مور ساتيسفاكشن اللي كنتايا. وهادشي كامل كيتحقق ملي كيكون عندك الايمان والثقه بجوج بيهم، believing and faith بجوج بيهم كيمشيو طريق وحده باش يديوك انت فين خاصك تكون. انه خاصك تثق في راسك وخاصك تثق في الكون، خاصك تثق في راسك وخاصك تثق في الله، خاصك تثق في راسك وخاصك تاخذ القوه ديالك من داك الايمان ديالك ومن داك الفيت ديالك اللي عندك في الله. دوك من هنا كتبدا كتمشي انت والديستيني ديالك في طريق وحده. ما كتبقاش كتشك، ما كتبقاش كتخاف، ما كتبقاش تقول يمكن ما غاديش تكون. واهم من هذا الشيء انه ما كتخافش انه طرا بحال قبل، كتكون مستعد لاي حاجه، لانه كتقول واو خديت هاد الطريقه هذه كامله وفهمت هاد الشيء كامل وانا ما كنتش ضارب ليه الحساب، وهادشي كامل دابا غادي يعاونني باش نختار طريق جديده اللي رغم انه ما عنديش عليها ادراك، رغم انه ما عنديش عليها معرفه، رغم انه ما عنديش عليها بزاف ديال لي ديتاي، ولكن غادي نمشي فيها حيت عارف انا شنو عندي، حيت عارف الاسلحه اللي هز معايا، وعندي ثقه كبيره انه كل شيء غادي يخدم في الصالح ديالي. دوك من هنا كتبدا كتوعى، كتبدا كتفيق، وكداش كتخاف من التغيير الكبير اللي كيجيك، وكيخليك هاد القوه هادي وهاد الايمان هذا وهاد الثقه هادي كيخليك انك كتثق في شنو جاي، وما كتبقاش تخاف من التغيير، ما كتبقاش تخاف انه طيح، وكتعرف انه هادشي اللي عندك هو القوه ديالك باش تكمل في شنو جاي. دونك ما تخافش. الا كنتي دابا كدوز من واحد المرحله اللي فيها تغيير كبير، كمل، عرف شنو عندك، جمع الاسلحه ديالك، شوف في الماضي وقول لي شكرا بزاف، وشوف في الحاضر بواحد البرايت ايز، بواحد النور في عينيك، شوف فيه وقول لي انا جاي عندك، انا جاي عندك النجاح ديالي، انا جاي عندك برجليا، وانا غادي ناخذ المشعل وغادي نهزه، وغادي نقول للعالم كامل القصه ديالي، وغادي نقول للعالم كامل ما تستسلمش. دوك شكرا بزاف اللي تفرجتي في هذا الفيديو، شكرا بزاف على الوقت اللي عطيتيه. بيس، لوف اند لايف.